دي مادلين، ودي امها اللي عيانه وبنشوفها مشقياها معاها كل شويه، هات العلاج يا مادلين، نطفي يا مادلين، لحد ما قرفتها. لا وكمان دي بتقول لها ان ابوها مش دكتور، ده قاتل. وده لوسيفر 7 جاي يسأل على وايت لانه قتل عيلته وعاوز ينتقم لهم، وبما انه مش في البيت فهياخد حقه من مراته. مادلين وهي بتقول لنفسها طب وانا مالي يا لمبي، بقى بتشوف اللي بيحصل له بتموت من الرعب وهي مستخبيه تحت السرير. لكن على مين يابا، البت بتطلع بالمسدس وبتفيمه ومش هتوسخ البيت يعني، فبتجره تطلعه بره. لكن لوسيفر بيفضل عايش وبيفتح عينيه. مادلين بتتخض وبتجري منه، لكنها للاسف بتقع في بحيره متجمده. اما دي بقى فبتبقى برضو مادلين بعد ما كبرت وحبت بوند وبيتفسحوا، ولما بيروحوا البيت كل واحد فيهم دماغه بتبقى مشغوله بذكريات قديمه. يعني هي مثلا مش في دماغها غير الرجل المقنع واللي عمله فيها، اما بوند فعمره ما حب ولا يفكر غير في فاسبر. وطبعا مادلين عارفه كده كويس، بس عامله شبه طابع البوست لازقه. تاني يوم الصبح بيصحيها وبيقول لها انه هيروح يزور فاسبر وراجع على طول. واول ما بيوصل للمقبره اللي عند الحصن بيكتب ورقه فيها سامحيني وبيحرقها. هنا بيشوف ورقه مرسوم عليها عنكبوت، وبمجرد ما بيمسكها عينك ما تشوف الا النور بتنفجر قنبله من جوه القبر. وطبعا ما حدش يعرف انه رايح غير مادلين. يا بنت الخاينه. بيجري بوند علشان يفهم اللي حصل، لكن فجاه بتيجي عربيه من وراه وموتوسيكل من قدامه وبيهجموا عليه، وما بيكونش قدامه حل غير انه يمسك في سلك الكهرباء بتاع الكوبري وينط من على الكوبري، والواد اللي على الموتوسيكل بيجري وراه. لكن بوند بيقدر يثبته وبيعرف منه ان مادلين هي اللي وقعته، وبتبقى بنت سبكتر. وبيضربوا بوند وبيوقع له عينه الازاز وبيفتري عليه، وبياخد موتوسيكله وبيمشي بيه بسرعه رهيبه لدرجه انه بيطلع بيه على السلالم، وبيروح على طول لمادلين وبيقول لها يا بنت الغداره بقى بتغدري بيا انا وبتشتغلي مع منظمه سبكتر من ورايا، وبيقوم ساحبها من ايديها وبيمشوا بالعربيه. التانيين بقى كان لازم يحبكوها، بيتصلوا على تليفونها وبيقول لها انها شاطره وعرفت توقعه. وطبعا بوند بيبقى على اخره منها لانها خانته، والمنظمه طبعا مش هيسيبوه في حاله، وبيفضلوا يضربوا عليه نار وهو وهي في العربيه. ومادلين بتقول له يتصرف، هيسيبوهم يموتوا يعني؟ وهنا بوند بيشغل العربيه وبيفعل وضع اطلاق الرصاص وبيفرتكهم كلهم من غير ما يوسخ ايديه. وبعدها بيفعل وضع الدخان والعربيه بتطلع دخان بيعمي كل اللي موجودين. بعدين بياخد المزه بتاعته وبيروح بيها على محطه القطر وبيودعها، وبيقول لها يا بنت الحلال بقول لك ايه، انا من طريق وانت من طريق، لا عاوز اشوف وشك تاني ولا تسالي عليا. ولا همه تاثر مادلين اللي مش هتقدر على بعده، وبيختفي من على المحطه وبتتقهر البنت بسببه. وبعد مرور 5 سنين عصابه سبكتر بقياده 7 بيروحوا المستشفى دكتور فالدو علشان يسرقوا فيروس قوي جدا قادر يدمر البشريه ويتحكم في العالم كله. الدكتور فالدو هو اللي بيساعدهم وبيموتوا كل اللي في المستشفى ما عدا هو طبعا لانهم محتاجينه وهياخدوه معاهم. في الوقت ده اجهزه الامن بتاعه المستشفى بتقفل كل المداخل والمخارج بتاعه المستشفى علشان العصابه دي ما تعرفش تخرج منها. بس دول ما يغلبوش يابا، دول فجروا الاسانسير ورموا مواد ممغنطه ولبسوا صدريات حديد ونطوا من فوق عادي. طبعا المجال المغناطيسي حماهم انهم يخبطوا على الارض. الدماغ شغاله مش بتنام يابا، امال ايه؟ وطبعا دي اغرب قضيه سرقه ومحدش هيقدر يحلها غير العميل 007. علشان كده الشرطه هتكتب في تقريرها انه تسريب غاز، وخصوصا ان المعمل اللي اتسرق واتفجر ده مش مرخص اصلا. اما عمك بوند في الوقت ده فبيكون هايص في البريه. بعد ما بيخرج بيقابل 2 من المخابرات وبيروحوا كازينو علشان يتكلموا على رواقه، وبيعرفوا انهم عاوزينه في مهمه سريه تنقذ العالم كله، وهي انه يرجع عالم اتخطف من مختبر للكيمياء وهو عامل نفسه من بنها. لكنهم ما بيتفقوش وبيخرج بوند من الكازينو، لكن للاسف بيلاقي عربيه فاصله كهرباء وشكلها كده فعل فاعل. في الوقت ده بتقف له مزه جايه من سواد الليل وبتعرض عليه يركب وراها الموتوسيكل. طبعا تغور العربيه وبيركب ورا الحته الطريه اللي مش باين منها غير هدومها البيضه وسط السواد بتاع الليل واخره. بتروح معاه على البيت وهناك بيكون فاكر انه هيهيص، لكنها بتعرفه انها من الاستخبارات وانها خدت نفس الرقم بتاعه 007، وده معناه انه ما يستهونش بيها، دي واخده مكانه. بعد ما بتمشي بوند بيتصل برئيس الاستخبارات وبيعرفه ان العميل اللي عنده ده خاين وبيستعبطهم، وهم عاملين نفسهم اذكياء بس على مين؟ ده انا بوند يا نايمين. بيوافق بوند على العمليه وبيبعتوه للحته الطريه اللي هتساعده، وبصراحه البنت تستاهل يمسك القضيه علشانها. بتاخده بسرعه لانه اتاخر عليها وبتنزل بيه على المخزن وبسرعه بتقلعه هدومه مش هدومها يا ابو دماغ صايعه. وطبعا بوند بيفهمها غلط وبيعرفها انهم يعرفوا بعض الاول بس، لكن حته الكريمه دي بتطلع له البدله اللي هيلبسها للمهمه.
هو اللي دماغه شمال، وبتشوف الاتنين طيران على الفندق وبيشربوا علشان العملية تحلو. المزة بتفتح قلم الروج وبتطلع سماعات صغيرة وبتحط له واحدة في ودنه والتانية في ودنها. أما العالم بتاعنا الجميل فالدو اللي راح مع عصابة سبكتر يدمر العالم علشان شوية فلوس، فبنشوفه محضر لنا قنبلة، إنما إيه عناب يا ريس. يدخل بوند والمزة اللي معاه لحفلة سبكتر اللي بتبقى متلغمة برجالته اللي يسدوا عين الشمس، وطبعا هم عاوزين العالم فالدو هياخدوه وتنهم ماشيين من غير مشاكل. هنا البنت اللي معاه بتشوف العالم الروسي في الدور اللي فوق وبتعرف بوند انها طالعه له. طبعا الحفله دي بتبقى بقياده سبكتر، وهنا بيعلنوا عن نجم الحفله كلها معموله على شرفه والاضواء كلها بتتجه عليه وهو جيمس بوند. بيتفاجئ بوجود الارمو بتاع العنكبوت اللي كان عند قبر مراته مرسوم على السقف فوق راسه، وخلاص بوند عرف انه في مأزق، وبيطمنوا الناس ان محدش هيتأذي غيره. لكن اللي بيحصل ان عملاء سبكتر بس اللي بيتأذوا، والعالم الروسي طلعنا ظالمين والراجل مش خاين ولا حاجه. الفيروس بيتسرب وعملاء سبكتر بيقعوا واحد ورا التاني والناس كلها بتجري وكل واحد بيحاول ينفذ بجلده. اما العالم فبيهرب بقى قبل ما حد ياخد باله منه. طبعا بوند مش هيسيبه، بيضربه بكوبايه الميه علشان يعطله. اما العالم فبيبلع الفلاشه علشان يضمن انه يحميها، وبوند والبنت اللي معاه بيحموا العالم وبياخدوه معاهم. فجاه بتنزل واحده من رجاله سبكتر من السقف وبتخطف العالم وبتطير بيه لفوق تاني، واكيد العالم بعد الحضن هيروح معاها بمزاجه. وبوند بيسيب المزه بتاعته تضرب في رجاله سبكتر وهو بيطلع للسقف علشان يحاول يمنعهم من خطف العالم، وفعلا بيعطلهم قبل ما يخلعوا بيه. وبتقوم معركه كبيره ما بين بوند ورجاله سبكتر وكله بيضرب في كله وبيهجموا على مزه بوند وفاكرين انهم هينهشوا لحمها، لكن على مين؟ ده البنت فرمتهم. المزه قال. وبترجع هي وبوند على البار يشربوا لهم كاسين كده علشان بس يسخنوا الباقي المهمه، وبعدها بتخرج البنت اللي مع بوند وبتركب العربيه وبتوصل لبوند والعالم وبتسيب العربيه وبتدخلهم من طريق مختصر. وفي نفس الوقت ده بتيجي الشرطه وبتشتبك مع رجاله سبكتر، والمزه بتسيب العالم مع بوند لان مهمتها لحد هنا وخلصت. اما بوند فبياخد العالم وبيروحوا علشان يركبوا الطياره، والعالم بيبقى قلقان ومش عاوز يركب معاه، لكن بوند بيقنعه انه يركب. وبعدين يا اسطى ده انت هتروح لأمن مكان في الدنيا وكفايه معاك جيمس بوند بنفسه. اخيرا بيوصلوا بسلام وامان، وبوند بيسلم الطرد اللي معاه وكأن حته ورقه راح جابها وجه ما يجيبها الا رجالها. هنا بقى بوند مش هيسكت، عاوز يعرف من الدكتور ايه الفيروس القاتل اللي معاه في الشنطه ده، وازاي الفيروس كان هيقتله هو بس مع ان الحفله كان موجود فيها ناس كتير، وازاي برضه قدر يخليه يقتل رجاله سبكتر بس. وهنا العالم هيحاول يشرح له لكنه ممكن ما يفهمش. طبعا بيعرفوا انهم كانوا واخدين اللحظه دي علشان يخلصوا عليه، والفيروس ده بيشتغل بالحمض النووي، وان العالم بدل الحمض النووي بتاعه بالحمض النووي لرجاله سبكتر. طبعا بوند كان لازم يعرف العالم ده جاب الحمض النووي منين. انا بيعرف ان اللي بعتوه ينقذ العالم هم اللي عاوزين يخلصوا منه. بتقوم ما بينهم معركه كبيره. اما العالم فولاؤه بيكون لسيفن ورجالته، بيسيبوا فالكس وبوند في السفينه وبيخلعوا هم بطيارتهم قبل ما السفينه تنفجر. بيموت فالكس صاحب عمره ما بين ايديه، وبيخرج بوند من السفينه وبيقعد في قارب النجاه، وبيكون اخر روقان لحد ما بتيجي مركب كبيره وبتنقذه. وشكله هينسى موضوع التقاعد ده ويرجع لايام الشقاوه تاني. بياخد عربيته وبيروح على مقر الاستخبارات اللي نايمين في ميه البطيخ وما يعرفوش ان اوبر شيف خانهم وخطف العالم المرتشي وكمان قتل فالكس وهرب. بعدين سايبين بلوفيلد مسجون عندكم وهو اللي بيدير المنظمه دي كلها من جوه السجن، وبوند عاوز يدخله الزنزانه. هنا بقى رئيس الاستخبارات بيتنرفز بسبب اسلوب بوند الهزلي معاه، وبيقول له هو في تهزلني يعني علشان ترجع تشتغل معانا؟ لا يا حبيبي، انت بتخدم بلدك مش بتخدمني انا. ولو عالذل لا يا عم الحاج، احنا بقى اللي مش عايزينك، وعندنا العميل 007 اللي خد مكانك كفاءة زيك بالظبط ويمكن احسن كمان. يلا يا عميل امشي من هنا. وبيطلب العميلة 007 وبيقول لها بقى تدخل زنزانة بلوفيلد وتفتشها حتة حتة وركن ركن. طب الراجل قال لك كده وانت اللي زعلت. وبوند بقى بيخرج من مقر الاستخبارات ومعاه فلاشة العالم كان خدها منه، وبيروح لواحد علشان يعرف له ايه اللي عليها، وبيعرف ان عليها اكواد بالاحماض النووية لناس كتير. بس يا ترى عاوزين الحمض النووي للناس دي كلها يعملوا بيه ايه؟ بيعرف كمان ان بلوفيلد هو اللي ورا قتل رجالة سبكتر. اما مادلين ففاكرينها بقت دكتورة نفسية وبيجي لها مريض شكله غريب وطريقة كلامه واسلوبه اغرب بكتير من شكله. كان بيكلمها عن الحرمان ونار الفقد وانه فقد اهله وهو صغير ومن وقتها وهو عايش حزين. ولما بيشوف الورد اللي حطاه في الأوضة بيعرفها ان الورد ده لو كلته ممكن يوقف قلبها، لكن مادلين بتقوله انها مش هتاكلها اصلا. وهنا المريض ده بيعرفها انه جايب لها هدية وبيدي لها علبة كبيرة وبيطلب منها تفتحها، ولما بقى بتفتحها بتعرف انه سيفن اللي قتل امها زمان.
اما هو بقى فبيكون لسه مش ناسي عينيها وهي بتبص له من تحت الجليد. وعلى فكره هو ما ظلمهاش، هي كانت واحده بواحده، ابوها قتل عيلته وهو قتل امها، خلاص بقى خالصين. لكنه دلوقتي جاي لها علشان تعمل له خدمه صغيره، وهي انها تلبس القناع ده وتروح تقابل حد وتسممه بالسم ده لانه مش هيقدر يروح له. والا قال له الا ايه؟ هي الوليه لسه فاضل لها حد ما موتوش علشان تقول لها ولا؟ طبعا ما تعرفش انه يقصد بوند. اما رئيس الاستخبارات فبيرجع العميل بوند للشغل تاني لان الموضوع بقى اكبر منهم، والفيروس اللي انتشر ده بيستهدف الاشخاص عن طريق الحمض النووي، وبكده كل اللي ماتوا بالفيروس يوم الحفله عائلاتهم هتتاذي ولازم يعملوا عليهم حجر صحي. اما بوند فبيحققوا له امنيته وبيسيبوه يروح لبلو فيلد علشان يطلع المعلومات اللي هو عاوزها من عينه، وخصوصا ان بلو فيلد بيتواصل مع الرجاله بتوعه عن طريق عين سحريه. وفي الوقت ده بوند بقى لأول مرة من 5 سنين بيتقابل مع مادلين وبيمد لها ايده يسلم عليها لكنها بترفض، وده لانها دهنت السم في ايديها لما دخلت الحمام. بيروحوا علشان يقابلوا بلوفيلد في الزنزانة ولازم يعرفوا منه كل اللي حصل في الحفلة. ولما بيدخلوا مادلين بمجرد ما بتشوف بلوفيلد جاي عليهم بتفضل تترعش وبتخاف وبتطلب منهم يفتحوا لها الباب وبتخرج بسرعة. هنا بقى بوند بيواجه بلوفيلد وبيحاول يطلع منه بأي معلومة، لكن على مين يابا؟ مش بيرضى يقول له على أي معلومة تفيده، بس مش هيسيبه يمشي كده غير لما يقول له حاجة. بيعرفه إنه هو اللي فجر له القبر لأنه كان عارف تحركاته وعرف إنه رايح هناك، وإن المسكينة مادلين ملهاش ذنب ولا كانت تعرف حاجة عن الموضوع وهو اللي فهمها غلط مش أكتر. ولو فعلا عاوز يعرف كل الأسرار يروح لمادلين. يا ابن اللذينة بقى أنت اللي خليته يبعد عن حبيبته 5 سنين بسبب كذبك. وبوند بقى هجم عليه ومش هيسيبه غير لما يطلع روحه، وبيدخلوا علشان ينقذوه منه. وبعد ما بوند بيسيبه بلوفيلد بيموت لوحده من غير ما حد يلمسه. وبنعرف ان مادلين ايدها كان فيها سم واتنقل لبلوفيلد لما لمس باب الزنزانة. بوند كان لازم يلاقيها، وخصوصا ان الاستخبارات ما عرفتش توصل لها، وراح لها على بيتها القديم وسألها عن السبب انها تقتل بلوفيلد ومين اللي ادالها السم ده. وطبعا مش المفروض تقلق منه لانه لسه بيحبها وعمره ما نسي اللي بينهم ولا هي نسيته، حتى بعد ما اتجوزت وخلفت لسه بتحبه. طبعا بوند شكك ان البنت بنته وخصوصا بعيونها الزرقاء دي، وبتاخده بتروح على اوضه ابوها السريه وبتعرفه ان ابوها كلف بلوفيلد بقتل عيله 7، وعلشان كده 7 جالها البيت زمان وقتل امها وهي قدرت تفلت منها، وانه دلوقتي راجع علشان ينتقم، وخصوصا ان بلوفيلد وابوها استولوا على جزيره الزهور بتاعت اهل ال7. وبعد كده قدر يرجعها، حولها لمركز سموم طبيعي وبيزرع فيه كل الزهور السامة. وهنا بقى بوند كان لازم يلاقي 7 لأنه خطر جدا بالسموم بتاعته دي، وخصوصا على حبيبته اللي لقاها بعد 5 سنين، وده أكبر سبب يخليه يقتله مش بس يلاقيه. وبنشوف بوند بيصحى وبيفطر البنت أم عيون زرقاء دي اللي شكك إنها بنته. أما الاستخبارات بقى فبتوصل للجزيرة بتاعت 7، ودي تبقى ما بين اليابان وروسيا، وإن اليابان قبل كده بلغت عن نشاط مشبوه في الجزيرة دي، والواد طلع مفضوح في كل الدول. وفي الوقت ده بيبقوا عرفوا طريق بوند، وعلشان كده بياخد مادلين والبنت وبيهربوا بسرعة، لكنهم بيطاردوه بعربيتين وبيقدر بوند إنه يقضي عليهم ويوقعهم من على الطريق. في الوقت ده بتطلع عليه هليكوبتر وعربيات كتير ومش هيسيبوه في حاله، لكن على مين يا ريس؟ بوند بيقدر يهرب منهم وبيقضي عليهم كلهم. وبيوصل للغابة وبيتفاجئ انهم لسه بيطاردوه وبيشتبكوا مع بعض، وبوند بيقضي عليهم كلهم. هنا بيسمع صوت ضرب نار جاي من عند مادلين، وبنشوف 7 واقف قدامها، وللأسف بوند لما بيوصل عندها بيلاقيها اتخطفت هي وبنتها. بيجري وبيطلع من الغابة، وهنا بيقابل العميلة 007 وبيعرفها باللي حصل، وبتاخده بالطيارة وبيروحوا على جزيرة 7 وبيتمنوا انهم يلاقوا مادلين وبنتها هناك، وبياخدوا معاهم الأسلحة اللي هيحتاجوها وبيحقنوهم بمواد ضد السموم علشان يسافروا. أما في الجزيرة فبيودوا مادلين وبنتها هناك، و7 بيعرفها على الزهور السامة اللي في حديقة والده، وبتبقى خايفة على بنتها إنها تلمس أي حاجة، و7 بقى ما يهونش عليه خوفها على بنتها، علشان كده بياخدها منها وبيوديها لمكان تاني. وفي الوقت ده بيوصل بوند للجزيرة وشكلها ليلة كبيرة ومش هتعدي على خير. بيدخل المختبر والعالم بيكون قلقان على شغل سنين انه يتفجر، اما مادلين فبيكونوا حابسينها واخدين منها بنتها. وبوند في الوقت ده بيوصل لبنت مادلين، و7 بيعرفوا انها بنته وانه مش عاوزها ومستعد يديها له، بس يشيل المتفجرات اللي حطها في الجزيرة كلها. انما بالنسبة لمادلين فهو بقى عاوزها ومستحيل يديها له. يا عم الحاج اذا كان هو قطع المسافة دي كلها علشان ياخد مادلين. اما العميلة 007 فبتكون مع العالم وعاوزة تنقذه منهم، لكنها بتشتبك معاهم وبتضحي بيه، وبتروح بعدها البوند ومعاه مادلين وبنتها. وبما ان الجزيرة ما بين اليابان وروسيا، فبالتالي البلدين عاوزين تفسير من مكتب الاستخبارات الامريكية عن ضرب النار والتفجيرات اللي بتحصل في الجزيرة.
اما بوند فبيركب مادلين وبنتها القارب وبيمشيهم علشان ما يشوفوش المعركه اللي هتحصل ما بينه وبين رجاله 7 اللي على الجزيره، وبيشتبك معاهم قبل ما يطلقوا عليهم الصواريخ علشان لازم يبيد الجزيره دي النهارده، وربنا يستر بقى وما تقومش حرب مع روسيا واليابان بسببها. وما زال الضرب مستمر ما بين بوند ورجاله 7 لحد ما بتوصل الصواريخ بعد 9 دقايق، وبعدها بيدخل بوند على غرفه التحكم علشان يتحكم في انظمه التشغيل بتاعه الجزيره، وبيفتح المخارج علشان يهرب قبل ما الصواريخ تفجر الجزيره. لكن للاسف 7 مش هيسيبه يخرج بسهوله كده وبيضرب عليه نار، وبوند بقى بيهجم عليه وبيطحنه وبيكسر له دراعه اللي فكر يضرب عليه نار بيها. وهنا بقى 7 الواطي بيفجر له المفاجاه، وبقذرته المعتاده بيعرفوا انه دهن مادلين وبنتها بالسم. بمجرد ما الام هتبوس بنتها او العكس الاتنين هيموتوا. يخرب بيت امك عيل سماوي بجد. وطبعا بوند مش بيبقى عارف يموته وينتقم منه ويخلص من سمه ده ولا يسيبه، لا يقتله احسن ويخلص منه. طبعا بوند بيفتكر انه باس مادلين والبنت، ومعنى كده انه هو كمان اتسمم وبدأت اعراض السم تظهر عليه، وطالما كده ميت وكده ميت مش هيتعب نفسه ويهرب من الجزيرة وخلاص بقى، هيستسلم للسم ويموت بتفجير الصواريخ. وكان لازم يطمن على مادلين وبنته في الاول. بيتصل عليها وبيعرف انهم في امان، وبيقول لها انه يا ريته كان احترم نفسه وما بسهاش او تنيل على عينه وتسمم. مادلين بتعرفه انه لازم يهرب من الجزيرة وبعدها يبقوا يتصرفوا في موضوع السم ده، ومادلين فاكرة انه بيقول لها عنده انفلونزا، ده سم ياما مش هيلحق يهرب اصلا، غير بقى لو لقى الترياق بتاع السم ده على الجزيرة وما افتكرش الصواريخ خلاص وصلت. وبيوصيها على بنته اللي ملحقش يودعها ولا يعرف اصلا انها بنته. وفي اللحظة دي بتوصل الصواريخ وبتنفجر الجزيرة بالكامل بما فيها بوند، وسط حزن من الكل على البطل اللي ملحقش يفرح بنتيجة شغله بعد سنين من التعب. وزمايله بيبقوا قاعدين بيشربوا ويسكي على روحه، اما مادلين فبتعيش مع بنتها في امان وبتفضل طول الوقت تحكي لها في حكايات البطل جيمس بوند. هنا بيخلص ملخص فيلمنا النهارده، اتمنى يكون عجبكم. اعملوا لايك، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان توصل لكم ملخصاتنا الجديده. سلام.